السلام عليكم. عاملين ايه حبايبي؟ ازيكم؟ كويسين؟ اهلا اهلا حبايب قلبي، وحشني خالص خالص. كله تمام ان شاء الله، يا رب تكونوا في احسن حال. نصلي على سيدنا النبي، اللهم صل على كامل النور. جبنا شويه دقيق حلوين، يعني قول 2 كيلو دقيق كده يا حبايبي، ونخناهم زي ما انتم شايفين كده. وعملنا شويه ميه دافيين، حطينا معلقتين سكر، وحطينا المهم تدفي المية شوية دافية بس. معلقتين سكر حبيبتي، وايه، ويحط كيس الخميرة وقلبيه واركنيه على جنب كده. بالصلاة على النبي، اللهم صل على كامل النور. مم. هنعمل ايه؟ هنعمل حبة عيش مع بعض كده. عيش عيش شامي، عيش طري، اللي تقولوا عليه. المهم بتعمليه ازاي يا ام محمد؟ انا عاملاه معاكم بصراحه على القناه كتير، بس طبعا كل ما باجي اعمل لازم افرجكم انا بعمل ايه، ولازم اقول لكم انا بطبخ ايه وبعجن ايه. يعني ماشيه معاكم اكنكم معايا اخواتي حبايبي. يعني مش بس بوريلكم الطريقه، بحب اوريكم انا هعمل ايه النهارده. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، نزلت كان عندي كوبايه لبن، لو موجوده في ماشي، مش موجوده مفيش مشكله. كوبايه لبن، او مثلا اللهم بارك لو كيس برضو لبن بودره. حطيته الموجود، يعني لو ما فيش برضو تشتغل بميه عادي. وحطيت يا حبايبي عندي كوبايه زيت، كوبايه مش كبيره، كوبايه زيت. حطيت نصها في العجين والنص التاني هوريكم هنعمل فيه ايه. وحبه ملح طبعا، وايه، ودورت العجين بقى زي ما انتم شايفين كده. اشتغلت عجين. بص، لو عندك عجان حط كل ده في العجان، ما في شيء عجيني زي ام محمد كده على ايديك. تمام. عجينته ما بتبقاش طريه، لا بتبقى جامده. ما بتبقاش طريه وبتلزق، لا بتبقى قاسيه شويه. حطينا بقى احنا بعد ما خلصنا عجينه اهوت، بص تعجني كويس. حطيت شويه الزيت اللي باقيين ايه في الاخر كده زي ما انتم شايفين. شايفين عجينته باينه خالص انها جامده في ايدي. ماشي يا حبايب قلبي، بالصلاة على النبي. طبعا احنا لازم نخلي العجين اليومين دول ايه، يعني جامد شوية، مش زي ايام الشتاء، لان في الشتاء العجين بيشد معاك، في الصيف بيفرط معاك، وعلى حسب برضو الدقيق بتاعك. الدقيق اللي بتعجني بيه ايه يا ام محمد؟ الدقيق الغلة العادي يا حبايبي، اللي هو العلام. وانا حاطه كمان سن كمان، لان الدقيق ده مش ابيض خالص. تمام. سبته بقى على جنب كده، غطيته وسبته يخمر. وتعالوا بقى نشوف هنغمس العيش الحلو ده بايه. نعمل كده معانا الحمد لله. النهارده معايا كيس كبده على قوانص متقطع، وكنت عاملاه من فراخنا وشايلاه في الفريزر، قلت خليه اليوم كده نعمله تحابيش وعيش طري ونتغدى سوا كده. تمام. قطعت طبعا بصلتين كبار حلوين مع بعض، قرنين في شطة، قرنين فلفل، كله خشن خشن مع بعض وكده زي ما انتم شايفين برضو حبايبي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. حبايبي حطوا لايك بقى بايديكم الحلوة، حطوا لايك وحطوا تعليق. تعليقاتكم قد ايه بتسعدني وبتفرحني. ربنا يكبر بخاطركم حبايب قلبي يا رب، زي ما بتكبروا بخاطري. طبعا عندي حته دهنه حلوه كده برضو، حطيتها كده بسقطه زيت بسيطه في الطاسه بتاعتي. وسبت ايه، وحطيت البصل يتشوح تشويحه كده. معايا بتنجانتين برضو كده، قلت اقلي طبق معاكم. فتحي كده من الوسط كده وطبعا ده يعني كلنا عارفينه وكلنا بنعمله، بس انا بقى بوريكم احنا هنتغدى ايه وهناكل ايه بالعيش الطري اللي احنا عملناه النهارده ده. قرن فلفل مفيش مانع، شكلي كده ولقمه حلوه كده بالف هنا وشفا. طبعا في نفس الوقت ايه، اللي حاطه البصلة على العين التانية اهي، بس تدبليها كده وانزلي بالقرن الفلفل كده. ما شاء الله كانت حراقه وكانت زي العسل ومسكره، من البصله ماهيش غامقه. حاجه كده زي الفل بألف هنا وشفا. اللهم بارك، اللهم صل على كامل النور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. بسم الله ما شاء الله. حطوا لي لايك بقى يا ولاد، وكنت اول مره تشوفيني تنوريني وعلى راسي. وحبايبي ما تحرمش منكم، احلى اخوات في الدنيا معايا دايما. منوريني يا حبايبي.
مش عارفه اقول لكم ايه، احلى اخوات في حياتي، احلى اخواتي اللي هي وربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب. والله اللي طلعت طبعا الكبده كده شطفتها مرتين، ولانها كانت طالعه من الفريزر ما كانتش يعني صبحه، ورحت جايه حطاها بقى كده وسايباها ايه تاخد وتدي كده مع ايه. حطيت طبعا فلفل وكزبره وكمون، وطبعا كل البهارات اللي انت بتحبيها حطيها ايه على الكبده بتاعتك كده تمام. بشرت كده جزرايه يا ولاد، وحبه هريسه شطه، وعصرة ليمونه حلوه، واللي بيحب الخل يحط شويه، انا ما بحبش الخل في البتنجان. وهنحشي البتنجان مع بعض كده، كان حاجه كده بص واو، جميله جميله بالف هنا. جربي كده واعمليه بالطريقه الحلوه دي، حط عليه جزرايه، وعايزه تحط طماطميه مفيش مشكله برضو، هي حاجه كده زي العسل، بالذات مع العيش الطري بقى وهتغمسي كده، لا بتاكلي وحاجه تفتح النفس بالف هنا. ايوه يا سيدي، يا سيدي على التحابيش الحلوه دي، صلاه النبي احسن. اللهم بارك، اللهم صل على كامل النور. انا ما اعرفش ليه يا حبايبي بتخشوا عند بتشوفوني وما بتحطوش لايك للفيديو. حطوا لايك للفيديو عشان ده بيعلي بيعلي يا حبايبي القناه وايه. بصوا مش هتخسروا حاجه يعني، حطوا فيديو لام محمد حبايب قلبي. كل مره ااكد عليكم، وبالذات التعليقات كمان بتسعدني قوي وبتديني طاقه ايجابيه، يعني بجد بجد بتخليني استمر معاكم. ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويخليكم ليا وما تحرمش منكم. طبعا رحنا عند الفرن البلدي، وانا خبزت معاكم كتير عند الفرن البلدي، لان انا بصراحه يا حبايبي الفرن جنبي بحب اعمل فيه كل حاجه. بالصلاه على النبي، قطعنا العيش كده زي ما انتم شايفين، سبته يرفع شويه طبعا وغطيته، وقعدنا بططناه زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. ايه رايكم بقى؟ يعني ما شاء الله عملنا حبه حلوين ب2 كيلو دقيق صلاه النبي. اه افردي كده وغطي، عشان برضو الجو حر بيبدأ يعمل قشرة من فوق كده. حاولي ايه تغطي كل عجينك وكل خبيزك عشان ما يعملش القشرة الناشفة دي ويقشف معاكي. بططناه كلياته كده وغطيت، وطبعا دايرت ايه اقدح الفرن بقى، لان الفرن ده جديد لسه معمول جديد، بس انا كنت مصوراه، بس معرفش الصور باظت مني ولا ايه اللي حصل، معرفتش انزله. ان شاء الله لو عرفت انزل الصور هنزله. والله يا ولاد انا قدحته معاكم، خد وايد وخد مني تعب جامد، يعني بجد بجد تعبت في الفيديو ده جامد، بس كله يهون عشان خاطركم يعني، بجد يعني ادعموني وادوني لايك واجبروا خاطري، الله يجبر بخاطركم يا رب. طبعا الوئيد يعني الحطب يعني الخشب، بجد كمان لسه هو حتى باين اهوت ان هو جديد. بياخد طبعا عشان لسه فاضي وما اشتغلش قوي، بياخد وايد ياما وتعبني جامد، بس الحمد لله طلعنا شوفوا العيش بالصلاة على النبي، وحاجة كده في الفرن البلدي تفرق كتير في الطعم والشكل واللون بجد. يعني مش مشكلة، التعب كله بيهون لما تخلصي كده وتاكلي، فربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، حاجة زي العسل ما شاء الله. الفرن جنبي ده انا بحب اعمل فيه كل حاجة بجد، لو كل حاجة هصورها لكم مش هبطل عمال في الفرن، يعني كل اكل تقريبا اغلبيته كان دساسان رز، ان كان عيش، ان كان رقاق، اي حاجة بحب اعملها في الفرن البلدي. ما شاء الله طالع زي العسل وجميل، بس هو كان تعبني شويه عشان لسه اول مره يشتغل، بيبقى فاضي يا ولاه. طبعا انا بكلم الناس اللي هي عارفه الفرن البلدي بتتعب ازاي. طبعا انت ممكن تعملي العيش دوت عندك في الفرن، مفيش فرن تعمليه على الطاسه على البوتاجاز، وانا عاملاه معاكم برضو على القناه قبل كده. فبصوا جماله والصلاة على النبي، ريحته تحفة وطعمه جميل، ألف هنا وشوفي كله أبيب وحلو. طبعا حطينا الكبدة بتاعتنا هي زي العسل، وقطعنا طماطم وخيار بالصلاة على النبي وخس أخضر وبقى وجبنة قديمة، والعيش الجميل اللي احنا عاملينه، وألف ألف هنا وشفا. الفيديو بتاعنا النهاردة، وكان ده أكلنا وشربنا النهاردة وخبزنا معاكم، وما شاء الله بصوا العيش حاجة كده
خرافي. قومي كده جربي نص كيلو دقيق، لو ما عندكيش فرن اعمليها في الطاسه على البوتاجاز، بس اهم حاجه تسيبيه يرتاح عشان يرفع معاكي ويطلع كده جميل. عايزه تعملي بقى سندوتشات، عايزه تغمسي حاجه براحتك، انا بقول لك بس